ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض البانيه المشوي على البوتاجاز. ما عندي شوايه بتتحط على البوتاجاز. اول حاجه كده الطبق ده فيه بصل، وفيه طبعا بصل مفروم عاملاه بالمبشره، وحاطه معلقه زبادي ومعلقه صلصه، وكمان حطيت فلفل اسمر وكمون، وهحط زي ما انتم شايفين كده حاجه بسيطه من الكزبره، وكمان هحط الملح طبعا حسب رغبتك. انا ما بحبش الاكل مالح قوي، بحب ملح مظبوط يعني، ولا ملح شويه ولا ملح كتير. ومعلقه واحده بس من الزيت، لو حابه تستغني عن معلقه الصلصه ما تحطيهاش، بس الصلصه بتدي حمار شويه. وكمان هحط حاجه بسيطه جدا من الخل. انا كنت عايزه اعصر ليمون بس ما كانش عندي، فهحط حاجه بسيطه جدا من الخل. وهبدا اقلب التتبيله دي كويس جدا لحد لما شكلها كده يعني كل حاجة تخش في بعضها. هقلب كويس قوي، وبعد كده هجيب البانيه بتاعي. خلاص كده قلبت التتبيله كويس جدا. طبعا انتوا عارفين ان انا بحب استخدم ايدي، خصوصا ان انا ببقى في المطبخ فايدي نظيفه ما فيهاش حاجه. هبدا بقى ان انا اتبل بايدي البانيه كله كده. عايزه اقول لكم التتبيله يعني سواء للوراك او الفراخ عامه او تتبيله اي حاجه، يستحسن انك تسيبيها فتره فيها يعني ما تعمليهاش وتحطيها على طول، او تشويها على طول، او تحطيها في الفرن على طول. لا، خليها شويه علشان الفراخ او اللحوم عامه، اول حاجه اللي حطيتي فيها التتبيله تاخد تشرب التتبيله وتاخد الطعم منها. انا هتبلها كده كويس جدا، هدعكم في بعض، وبعد كده هركنهم على جنب حوالي يعني ساعتين او 3 ساعات، وبعد كده هبقى ارجع اشويها معاكم ان شاء الله، وتشوفوا انا بشويها ازاي على البوتاجاز. الشوية تحفة. كده خلاص هركنها بقى على جنب واشوف هعمل ايه. دلوقتي هبدأ احط الشواية على البوتاجاز. انا شغلت العين على عالي جدا كده وحطيتها. بصوا يا بنات، هو المفروض ان انت تحطي في القاع بتاع الشواية حتة من الورق الفويل، علشان لو في اي حاجة تقع عليها بيبقى سهل في التنظيف وكده يعني، بتشيلي الورقة زي ما هي. لكن كده طبعا انا هتاخد معايا وقت، خصوصا ان انا ما عنديش ورق فويل. انا دلوقتي شغلت عليها النار ومعلياها. هسيبها شوية تسخن، وبعد كده هوطي العين زي ما انتم شايفين كده. هفتحها وابدا احط فيها البانيه. طبعا انا حسيتها لقيتها سخنه جدا جدا. هبدا بقى احط عليها البانيه. عايزه اقولك الشوايه دي حلوه جدا، بتدي ريحه وطعم الشوي بالظبط، خرافه يعني. كده انا حطيت فيها هبدا احط البانيه حاجه حاجه. عايزه اقول لكم الطريقه دي حلوه جدا، وانا بحب البانيه مشوي او الفراخ مشويه عامه. بس انا كنت هعملها شاورما، بس فكرت ان انا اشويها على الشوايه. هي بتاخد وقت شويه، سواء في الفراخ او في الوراك او في اللحمه برضو الشرايح، بس بتديكي نتيجه حلوه جدا زي اللي بتتشوى على الفحم بالظبط. هوريكم انا مراحلها يعني كل شويه هفتح عليها وهوريكم المراحل بتاعه التسويه بتاعتها، عشان لو حد منكم يا بنات حب يشتريها او عنده مش عارف يستخدمها. كده بقى انا بدأت افتح عليها علشان ابص يعني، واوريكم كمان مراحل التسوية بتاعتها. بعد 10 دقايق تقريبا هي افتحت وبقى لونها ابيض. هقلبها اوريكم شكلها. انا مش حالب الباقي ولا حاجة، بس بوريكم المراحل بتاعت التسوية بتاعتها.
دلوقتي طبعا البانيه في الشوايه، فانا هعمل بطاطس. البطاطس دي بحبها جدا، هي بطاطس لون بيضه، يعني احنا بنقول عليها بطاطس بيضه. انا هنا معايا بطاطسيتين وهحط عليهم البصل متقطع كده يعني شرايح كبيره، وكمان هحط الملح، وهحط فلفل اسمر، وكمان هحط معلقه سمنه كده. خلاص الفلفل الاسمر، وهحط معلقه سمنه، وهبدا ازود ميه وهفتح النار. يعني انا لسه ما ولعتش النار بعد ما احط السمنه. انا طبعا بزود ميه دافيه، ما بزودش ميه بارده، وهولع عليها وهسيبهم يغلوا هقلبها تقليبه وهسيبها تغلي مع بعضها. ده شكل البانيه يا بنات اهو. بدأ خلاص يعني خلاص انا هطفي عليه. وكمان البطاطس اهي بتغلي على النار. انا هطفي بقى وهغطي الشوايه وهسيبها جواها شويه كده لحد ما البطاطس تخلص، عشان انا كمان عملت مكرونه بالصلصه فهسيبها على كده بقى. كان غدايا النهارده يا بنات، يا رب يعجبكم واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. بس ما تنسوش بالله عليكم لايك وشير عشان الفيديو يترفع. والسلام عليكم ورحمه الله.